بعد 140 يوما من إعلانه حل نفسه، العمال الكردستاني PKK يؤجج النيران في قلوب 156 عائلة كردية بنبأ مقتل فلذة كبدها. في 27 شباط أصدر زعيم PKK عبد الله أوجالان بيانا دعا فيه تنظيمه إلى حل نفسه وفسخ تنظيماته، فيما لبى الحزب لدعوة زعيمه وأعلن فسخ نفسه وإنهاء كفاحه المسلح في بيان صدر في 7 من آيار. منذ إعدادنا لهذا الفيديو مر 140 يوما على حل PKK نفسه. شهدت هذه الأيام 140 أحداثا مثيرة في المنطقة والشرق الأوسط، من أحداث غزة وأوكرانيا وإدراج ميليشيات الحشد الشعبي على لوائح الإرهاب وارتفاع سعر الذهب وغيرها، إلا أنه كانت هناك مشكلة أخرى، ألا وهو حرق قلوب 156 عائلة كردية. أين؟ في كردستان. كيف؟ وصلت أخبار مقتل 156 شاب كردي لعوائلهم. من هم هؤلاء الأطفال؟ كانوا شباب الكرد الذين أخفى PKK موتهم لسنوات. ها قد مر 140 يوما على حل حزب العمال الكردستاني PKK، وتم الإعلان عن فقدان 156 شخصا لحياتهم خلال هذه الأيام 140 الماضية في رفوف قوات الدفاع الشعبي HPK. هذا الرقم لا يشمل من فقدوا أرواحهم في رجافة كردستان سوريا، شنغال ومخبور، وفي رفوف حزب الحياة الحرة الكردستاني، كما لم يشمل كبار مسؤولي الحزب أمثال علي حيدر كايتان ورضا آلتون ونور الدين صوفي. أي أن القائمة أطول بكثير حقا. يمكننا تلخيص بيانات HPK كالتالي: أصدرت HPK 53 بيانا حول مقاتليها الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الأيام 140. وفقا للتقارير بلغ إجمالي عدد القتلى 156 شخصا، من بينهم 51 امرأة و105 رجال. 16 منهم قضوا حياتهم في باكور كردستان تركيا. أما 140 شخصا المتبقين فقد فقدوا حياتهم على أراضي إقليم كردستان الخاضعة لسيطرة PKK. 14 من الأسماء المعلنة كانوا كبار مسؤولي الحزب، أسماؤهم موجودة تم الإعلان عنها. نعم، خلال هذه الأيام 140 ناقش الكرد العديد من القضايا، لكنهم لم يتحدثوا قط بشأن مقتل هؤلاء الأطفال والشباب 156. لم يتحدث أحد أو يتساءل لما قتل هؤلاء، ولماذا أخفي نبأ مقتلهم، ولماذا تم الإعلان عنهم الآن وكأنهم ملك لPKK؟ فلا أحد يسأل. 70% من هؤلاء 156 شخصا الذين أعلن PKK عن مقتلهم قتلوا قبل عام 2023. بعضهم قضوا حياتهم عامي 16 و17، أي أن بعض هذه الوفيات تم إخفاؤها لمدة 9 سنوات. لماذا؟ مع أن الدولة التركية تكشف عن أسمائهم وصورهم عند استهدافهم وقتلهم. على سبيل المثال، أعلنت الدولة التركية مقتل روهات روفر آزات أكنجي في عام 2024. تم الكشف عن اسم وصورة ومهمة ومنصب روهات، لكن PKK أعلن ذلك بعد عام ونصف فقط. لماذا؟ كذلك أعلنت دولة تركيا أيضا عن مقتل أمين أرجيس نزل تاشبنار عام 2021 مع تحديد موقع استهدافها، إلا أن PKK أخفى ذلك طيلة 4 أعوام. وبعدما أعلن حل نفسه عام 25 ها هو يشيد بأمين أرجيس بشكل شبه يومي. فإذا كانت الدولة تعلم فPKK أيضا يعلم، وكذلك كوادر الحزب يعلمون. فلماذا تخفى وفاة هؤلاء الشباب عن عوائلهم؟ ولماذا تخفى عن الرأي العام؟ ولماذا يخفي PKK هذه الوفيات عن جماهيره وأنصاره؟ في الحقيقة نتساءل، هل يقدم PKK معلومات دقيقة حول أسباب وأماكن الوفيات أم لا؟ هذا أيضا ليس مؤكدا بل موضوع شك. بين عامي 17 و24 عندما مني PKK بهزيمة عسكرية مدوية أخفى خسائره لإخفاء هزيمته وانتكاسته، والآن يكشف PKK أسماء الشباب القتلى يوميا. يستخدم PKK جثث هؤلاء الشباب لمواجهة ردود أفعال الشعب الكردي الغاضبة تجاه عمليات إلقاء السلاح العقيمة والفاشلة التي أعلنها عبد الله أوجالان. كل يوم
أول خبر تنشره وسائل إعلام باكاكا يزرع اليأس والإحباط لدى المرء، ألا وهو بيان هبكة حول شباب الموتى. تنشر صور فتيات جميلات والقصائد التي يقرأنها والأناشيد التي ينشدنها قبل وفاتهن. هكذا يسعى باكاكا إلى منع انتقادات الشعب وردع ردود أفعالهم، في الوقت نفسه يسعى إلى تجنب إثارة عاطفة وأحاسيس الشعب الكردي للسيطرة عليه والتحكم به، وهذا ما يسمى بسياسة الجنائز أي الجثث. والحقيقة هي باكاكا لا يستخدم الشباب لإبقائهم على قيد الحياة، بل لممارسة السياسة بدمائهم والمتاجرة بجثثهم. كل شاب يموت هو مجرد رقم في نظرهم وأداة دعائية إعلامية، لا معنى ولا قيمة لحياتهم لدى باكاكا، في الوقت الذي تتجسد حياة ذاك الطفل روح أمه وأمل أبيه. وهذه هي الخيانة الحقيقية والعظمى. يجب على الشعب الكردي وعوائل هؤلاء الأطفال أن يحاسبوا باكاكا ويطالبوه بالكشف عن مصير أطفالهم وأماكنهم. هناك آلاف الأسماء التي لم يكشف عنها باكاكا منذ تسعينيات القرن الماضي ولا يزال مصيرهم مجهولا. كذلك أخفيت أسماء أكثر من 1000 شاب فقدوا حياتهم منذ ما يسمى بقفزة شمزنان عام 13. ليس ضروريا إحراق قلب عائلة كردية بشكل شبه يومي، فما دام باكاكا قد حل نفسه فعليه الكشف عن جميع أسماء من فقدوا أرواحهم دفعة واحدة، وكواجب أخلاقي وإنساني عليه نبذ سياسة الدماء والجثث وإنهائها. ولكن وللأسف الشديد سوف نرى ونسمع لأعوام عديدة قادمة أسماء من أخفى باكاكا موتهم.